مساء الفل. ام سو اكسايتد علشان انا تقريبا الفيديو ده ناس كتير قوي مستنياه مني، اوكي، وناس كتير قوي بتقعد تطلبه على الانستجرام، وانا اوريدي بنزل توتوريال على الانستجرام، بس الصراحه يعني انا حاسه ان انا المره دي هعمله بطريقه سبيشال قوي. اولا ده فيديو البريس اون نيلز اللي انا المفروض هلبسها في فرح اختي ان شاء الله. انا البريس اون نيلز قصتها قصه تانية هبقى احكيها بعدين، بس تو بي اونست المره دي انا جربت اللوكال براندز كتير قوي، بس تو بي اونست انا من اكتر اللوكال براندز اللي عجبتني في البريس اون نيلز هي لوكال براند اسمها ذا بريس اون ستوديو. البنت جميله جدا، ودايما عامله لي البريس اونز بتاعتي مظبوطه، والكواليتي بتاعتها حلوه، بتقعد معايا بالثلاث اربع ايام لحد ما انا ازهق بقى واشيلها. وحاجتها بجد لا مضمونه، وعمر ما حصل لي حاجه ولا ضوافري باظت منها. فقررت ان هي طبعا اللي هتعمل لي في السبيشال اوكيجن دي البريس اونز بتاعتي. فالمفروض ان هي طلبت منها استاذنتها ان هي تجيلي وعلشان نوريكم، وانا كمان صراحه عندي فضول يعني، وهي بتعمل البريس اونز بتاعتي ازاي. تو بي اونست هي قالت لي ان هي هتعملها لي، يعني قلت لها بصي اعملها لي مفاجاه. انا قلت لها، قالت لي ايه الديزاين اللي انت عايزاه؟ قلت لها بصي انا هلبس فستان لونه شامبين، فانا عايزه حاجه تبقى قريبه من كده، بس عايزه حاجه تبقى اوفر شويه علشان الفستان هيبقى هادي قوي، فانا هافور في الاكسسوارز والبريس اون نيلز وكده. فقالت لي خلاص اوكي. فالمفروض الديزاين انا ما اعرفوش تو بي فيري اونست، تمام. فالمفروض ان هي هتجيلي النهارده وهنعمل ديزاينز معاكم، وهنعمله فروم سكراتش معاكم، وهلبسه وهوريكم في الاخر كان عامل ازاي. وكمان المفروض ان انا عندي فرح تاني الاسبوع اللي بعد اللي جاي، وهلبس نفس الديزاين تاني في الفرح ده، علشان انا متاكده ان الديزاين ده هيعجبني، لان هي قالت لي بصي انا هعمل لك حاجه فيها جولد فليكس، وهعمل لك حاجه صباعين كده ولا صباع فيه زي بيرلز. فانا قلت لا ده هو ده this is it. ف stay tuned. هي خلاص هي جايه في السكه، اول ما تيجي بقى طلبت بقى سوشي وطلبت حاجات كده علشان نقعد نعمل بقى على رواقه. فهوريكم بالظبط هي بتعملها ازاي، وهتعرفكم على البراند، وهنعرفكم على كل حاجه في البراند، وهنوريكم ايه اللي بيحصل، وفي الاخر هوريكم الديزاينز عليا. stay tuned. يعني انا بالنسبه لي بحب ده اكتر سوشي بحبه في الحياه. والبنت جت تحت، يلا نروح نفتح لها. انا رحت الانتركم ما لقيتهاش، شوفها كده البلكونه. يا لهوي على الفوكس. بيب ورا 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 هنا. هاي مش سامعاني واقفه ورا. هاي تعالي هنا. مش سامعاني واقفه ورا. كيوت قوي. وصلتي؟ افتح ما فتح. اوكي بيرفكت. انا نسيت اقول لها انهي دور. شوف تاني في البلكونه. بيب الدور التاني من هنا. يا طبيعي ما صدق. هاي تعالى هنا يا حيوان، تعالى هنا، تعالى هنا، تعالى خش جوه الحيوان. This is زينة صاحبة البراند اللي بتعمل بريس اون نيلز. وجابت بقى كل الحاجة معاها علشان هتعمل كل حاجة هنا from scratch. اشرحي بقى يلا. اوكي نبتدي بالاول. النيلز ماشي، اللي اللي هي الترانسبيرنت اللي بنرسم عليها. ده الالموند شيب. ماشي. انا يا جماعه بحب قصر معين او طول معين بشيب معين، فهي دايما هي عارفه، فهي بتجيبهولي يعني اوتوماتيك. بالظبط. ودي اللي بقص بيها. تمام. والفايلر بشيب بيها عشان يطلعوا كده بقى في الاخر. ماشي. بس هبتدي احط بقى النيل ستاند بتاعتي. دي بقى الايكويبمنت اللي هي اللي بترسمي بيها وبترسمي عليها وكده. البراشز بتاعتي ودي. ماشي. والدوتنج تول. والتويزرز دي يعني ما تخسرش، ساعات بنحتاجها. ماشي. الديزاين بقى هنحتاج فيه ايه؟ هنحتاج، انت قلتي لي هتعملي لي حاجه فيها جولد فليكس بيرلز تقريبا. بيرلز وراينستونز، هنميكس كل دول مع بعض ماشي عشان نطلع حاجه كده ماجيكال وهتطلع حلوه. انا كده كده متاكده. طيب دلوقتي مفيش هنا يا جماعه اي حاجه جل موجوده، تمام. وهي شرحت لي الصراحه هي ليه مش بتعمل جل. فكنت بقول يا جماعه ان هي مش بتستعمل جل خالص في البولش بتاعها، بتستعمل بس في البريس اون نيلز هي بتستعمل بس جل بولش، سوري مانيكير بس بنيل بولش، سوري مش جل بولش، علشان كذا حاجه. اولا هي بتقول ان المفروض الناس لما بينزلوا بيروحوا الصالونز او كده بيروحوا يعملوا جل، فهي كانت عايزه حاجه اولا مختلفه عن الموضوع ده. ثانيا هي لو عملت بالجل بولش
هيبقى تقريبا نفس السعر كانك رحتي الصالون. فده بالنسبه لها ما كانش التارجت بتاعها، هي عايزه تبقى حاجه بادجت فريندلي وفي نفس الوقت حاجه ديزاين وايز من الحاجه اللي انت بالظبط عايزاها وبتروحي تعمليها في الصالون، والحاجه انت اوريدي قاعده في البيت وجايه لك لحد عندك تعمليها. صح عندك حاجه تانية عايزه تكملي عليها؟ لا هو كل انت قلتي كل بجد؟ ايوه كل هي غششتني الصراحه. يلا احنا نبتدي نعمل ايه بقى؟ اوكي هنا احنا بنعمل ايه بقى؟ بنحط الستاند. بحط النيل ستاند علشان تحطي عليهم النيلز وترسمي بقى براحتك. كده انا هجيب الستيكي تاك بقى عشان الضوافر تلزق عليها. اوكي تحرنا؟ لا خالص تحرنا شويه بس عشان ابتدي اتحرك. انا عامه انت مش متخيله انا ازاي انترستد. فين الموبايل التاني بتاعي؟ زينة صاحبة بريس اون ستوديو. هتيجي النهارده تعمل لي بريس اون الفرح. يس ام سو اكسايتد. دلوقتي بقى هاخد هما اوريدي شيب، بس لو عايز نصور شوت وانا بشيب واحده. هو اوريدي كده كمان شغاله. بجد I'm just gonna tell the editor يشيل حاجات. دلوقتي احنا بنركب النيلز الكلير بقى هنا علشان نعرف بقى نرسم عليها براحتنا. كنت في حاجه عايزه ابقى سبوت عليها يا جماعه. خلصي واديني بتاع دي الكارد. عشان انا اللي عامله له ديزاين كل حاجه. ما هو باينه يعني اي نو يعني هنقول بقى كل ده يا جماعه ان كل حاجه اتس فروم سكراتش فروم اي تو زي. زينه هاتي الكارد. بصوا يا جماعه الكارد غير ان هو كيوت، دي بقى اللي بتفرق معايا انا كشخص، الرايت والليفت، علشان هي اوريدي بتبقى عامله الديزاينز بالمقاسات بتاعه ضوافرك او ضوافرك سبيسيفيكلي. فهي اللي هو بتقول ان دي هتلبسها في اليمين ودي في الشمال. دي من احلى الحاجات اللي بجد بحبها. ميرسي يا زينه، علشان فعلا انا بتلخبط. الديتيلز الصغيره والله بتفرق معايا انا، مع اني شخص مش بيركز بس لا بتفرق معايا. هبدا اعمل البيز. ماشي نعلي صوتنا بقى يا زنزونز. هنعمل ايه؟ هنعمل البيز. ماشي. وده بيبقى ميكس اوف تو كولرز، ما بيبقاش لون واحد. هبتدي دلوقتي باللون ده، كوت خفيفه خالص عشان احنا عايزين ناتشرال بيز. انا هفضل بتفرج زي عيالها. فتعالي لو عايزه ترغي في اي حاجه انا هو بس بجد انا بحب قوي الحاجات دي. بقعد اتفرج عليهم اصلا في يا سو ريلاكسنج بجد. بقعد اتفرج عليهم في التيك توك والحاجات دي. كده خلصنا اول ايد يعني. وريني كده اول كوت يعني. اول كوت خلاص. يلا بينا. ماشي نعمل في الايد الثانيه الجامده دي. ماشي هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ ماشي. وهطلع نيل كارد ده زي يعني بستعمله كانه الباليت بتاعتي. اوكي. وهلاين بس بالجولد كده عشان يبقى زي يعني كأنك رسمه حاجه امشي عليها بس عشان اعرف احط الجولد فليكس. تمام. لا اللي يريحك انا بوزيشن. لا باين يعني. ده مش هيبقى باين قوي. بس ده اللي هيبقى اللي هو كانه التحديد يعني عشان نعرف نتقل عليه صح؟ بالظبط كده. عادي اصلا تبقى ماسكه كده مش مشكله. جولد فليكس هتبقى يعني الجولد فليكس هتبقى فوقيها تغطي. اوكي هنعمل كده بقى في بقيه بالظبط. احنا كلهم مش هيبقى نفس الديزاين صح؟ ايه كلهم مش هيبقوا نفس الديزاين. اتنين لا الاثنين هيبقوا الديزاين ده اللي هم اللي في النص. الثانيه اللي مفتوحه من تحت كده. تحفه. نشوف ده الديزاينز بقى. الديزاينز كلها احنا هقول لك بنترست ده بجد. لا بجد انا عايزه اعيط يعني. اصفر بقى احنا ما عملناش اصفر. انا لسه جايبه ميك اب باليت. تمام ماشي. ده هنبتدي نلزق الراينستونز. هنحط النيل بلو وعشوائي هنا. مثلا ممكن الجولد دي. انا عندي ميكس اوف راينستونز وبيرل يعني بيرلز وبيرلز انا ملوناها جولد. تمام. احط واحده مثلا هنا كده جنبيها مثلا راينستون تانية مثلا صغيره. عطل فني عادي جدا. لا مش ماشي. دلوقتي احنا بنعمل الصباع التاني لان هو المفروض صباعين هيبقى فيهم الراينستونز. انا مستمتعه. انتوا مش متخيلين ازاي بجد. مش متخيلين انا مستمتعه ازاي. بحب قوي النيل ارت. ما فكرتيش تجربي تعملي لا مثلا؟ ما عندكيش صبر. احنا هنحط الجولد فليكس دي بقى حوالين البيرلز. احنا خلصنا الصباعين التانيين اللي هم في الايد التانيه. ده الجلو برضو. هنحط جلو برضو. بعد كده نحط الجولد فليكس صح؟ بس بجد بيحلوا اي حاجه. تعالي يا ماما سيتا. ازيك يا طن؟ حلوه يعني هي اوريدي البيرلز وكده شكلها جامد بس انا مش عارفه جولد فليكس كده. طبعا هي بتاخد الصباع في حته ثانيه. اوكي احنا خلصنا الصباع ده في حته ثانيه. فعلا الجولد فليكس خدته في حته ثانيه. الفور بجد لسه بقى هنعمل الصباع التاني ده.
تحفه. خلصنا تاني بجد I'm so excited. طب دول بقى هنعمل فيهم ايه؟ هنحط بس الجولد فليكس من هنا؟ هنحط من فوق كده جولد فليكس. اوكي تحفه. continuous. هن... هنخلص الاثنين دول ونبتدي بقى في الباقي كله. هنحط الجولد فليكس. وريني كده كوبي زي ده كده. زي ده الصغنطوط. ان انا اشوف حيوان هيبقى بيرفكت على فستان. لونه ايه بقى؟ واحد شامبين واحد روز. بجد. عايز تسوي واحد تاني ولا خلاص؟ لا عادي. عشان احنا هنحط كوت اخر. الكوت بقى ما بيتحطش على كل حاجه، فلازم نعمله من اوكي. لو اتحط عليهم بيطفي ماشي. ودي يا جماعه الفاينل ريزلت بتاعت النيلز اللي هتتحط على ضوافري سون انف. صباح الفل. عاملين ايه تاني؟ النهارده خلاص البريس اونز نشفت، وكنا حاطينهم بس كده كروكي علشان النهارده يوم الفرح وهلزق البريس اون نيلز. هاخدكم بالديتيلز انا ازاي بلزقها، وبتقعد معايا بال3 4 ايام. ممكن ما اشيلهاش بس براحتكم، عايزين تشيلوها يومها اوكي، مش عايزين تشيلوها يومها اوكي. وكده كده كمان هقول ممكن ازاي تشيلوها من غير ما تبوظوا ضوافركم. وكده كده اصلا البريس اون نيلز مينلي مش بتبوظ قوي الضوافر. فيلا بينا نعملها انستولمنت عشان انا مستعجله قوي. بصوا يا جماعه، اول حاجه علشان ننستول البريس اون نيلز ماشي او نركبها، يعني في دايما بيجي مع الكيت المفروض بيجي مبردين او مبرد على الاقل الصغير ده، والكيوتيكل ستيك دي مهمه جدا. وممكن في لوكال براندز بتجيب جلو وفي مش بتجيب. انا كده كده مش بحب الزقه بجلو قوي تمام، وبستسهل الدبل فيس ستيكر اللي هو ده الدبل فيس ستيكر تمام. ده عباره عن ستيكر بيتلزق نص يعني لما بيتلزق على الضوافر بنشيل بعد كده اللمعه اللي عليه، او يعني سوري البلاستيكيه يعني اللي عليه، وبنحط عليها من الناحيه الثانيه النيلز. هوريكم دلوقتي بالظبط اللي بيحصل. طيب من الحاجات الحلوه اللي قلتها المره اللي فاتت عن الديتيلز اللي بتعجبني ان هي حاطه لكم رايت وليفت، يعني مثلا دي الايد اللي على اليمين ودي الايد اللي على الشمال، وهي اوريدي بتبقى بارده وعامله فايلنج بالاسلوب ده. طيب نبتدي بقى نفتح. احنا هناخد اولا احنا هناخد دي ماشي، الديسبوزبل ستيرايل سواب دي. ثواني بس الفوكس اظبطه تمام. هنفتحها هنمسح فيها ضوافرنا كلها علشان لو في اي دبريز او اي وساخه او اي حاجه، يعني نعقمها من الاخر علشان ايه لما نخربش ونعمل ونبقى براحتنا تمام. طيب هنجيب بعد كده الكيوتيكل ستيك دي، يبقى دي اول ستيب ان احنا هنمسح ضوافرنا. تاني ستيب هنجيب الكيوتيكل ستيك دي تمام. الكيوتيكل ستيك دي في من هنا شايفين شايفين الناحيه دي، في ناحيه كده بتبقى، ثواني بظبط الفوكس، في ناحيه بتبقى زي يعني ادجي كده، وفي ناحيه بتبقى بوينتي. ملناش دعوه بالناحيه البوينتي خالص تمام. احنا هناخد الناحيه الادجي تمام. والمفروض لو يعني لو انت مش عامله باديكير بتزقي بس الجلد الميت لورا شويه، بس عشان انا عامله باديكير امبارح فهو يعتبر مزقوق وانا اوريدي شايله الجلد الميت، بس هي بالراحه كده بتقومي ايه ضغط عليه ورا وبتزقيه تمام. ومش بتوجع خالص ما تقلقيش، بس انت ما تتغشميش ايه على ضوافرك. بتعملي كده للضوافر كلها تمام. طيب بعد ما بتخلصي الضوافر كلها بتجيبي بقى ايه المبرد ده او المبرد ده تمام. الاثنين تقريبا نفس الشاربنس تمام، اختاري اللي انت عايزاه، بس المبرد ده عامه ده المشهور يعني. وبنخربش بس ضوافرنا، يعني احنا بنخربش بس مش بنبردها، بنخربشها بس عشان ايه مفيش ستيكر. او يعني تخيلوا بتلزقوا حاجه على الحيطه، الحيطه دي لازم تبقى يعني لازم تبقى مثلا متنضفه تمام، ولازم تبقى شويه رف علشان تعرف تتلزق كويس. فلازم السيرفس ده ما يبقاش علشان نلزق عليه ستيكر، لازم يبقى بس ايه متخربش كده. ولما تخربشوها يا جماعه سيبوها، يعني ما تمسكوش الضوفر ما تلمسهوش عشان ما يجيش عليه زيوت او ما يجيش عليه العرق او ما يجيش عليه اي حاجه ناعمه. بنخربشها كده. انا شايفه كده تمام قوي تمام. هنمشي بقى برضو على كل الضوافر كده علشان المبرد ده حامي عشان لسه جديد تمام. هنمشي على كل ايه الضوافر كده، هنخربشهم كده شويه وهرجع لكم. حاجه كمان يا جماعه بعملها ان انا بحاول اخربش بس المنطقه اللي في النص عشان دي المنطقه اللي هيجي فيها الستيكر. طيب نيجي بقى للستيكر ده، الدبل فيس ستيكر اهو. اول حاجه بنشيل من عليه البلاستيكيه دي كلها كده، والمفروض هو بيجي يعني ايه ده كده يقضي يعني دول على بعض ايد مره ودي مره كمان
فاهمين؟ بس فاحنا بناخد اللي على المقاس، يعني ده هيتحط هنا تمام. ثواني بس اعمل المقاس ده هيتحط مثلا على الضفر ده، فاحنا بناخده كده تمام، وهو اوريدي بيبقى من هنا لازق. ثواني بظبط الفوكس. فبنحطه يا جماعه في النص كده، وهو اوريدي بيلزق وبياخد شكل الضفر. اهم حاجه ما يكونش الدبل فيس ستيكر واخد الضفر كله، علشان لازم دي الادجز دي تبقى ايه، تبقى باينه تمام. طيب نيجي بقى للمرحله الثانيه. بعد ما اخلص انا عامه بحب ان انا اخلص الايد كلها تمام، بعد كده الزق الضوافر كلها ماشي. بس احنا هنخلص الايد كلها وارجع لكم. طيب كده احنا خلصنا الستيكر، لزق الستيكر كله تمام. ثواني كده يا جماعه احنا خلصنا لزق الستيكر كله تمام. بصوا ده منظره. خلي بالكم بس يا جماعه، علشان الدبل فيس ستيكر فيه مقاسات، فلازم برضو تختاروا المقاسات اللي مظبوطه على ضوافركم. انا عامه مش بستعمل خالص المقاس اللي في النص ده، مش معنى ان احنا ابتدينا هنا حطيناه في الثامب يبقى ده يبقى ده هيبقى مثلا في الصباع التاني، لا بالعكس، ده كبير قوي عندي على الصباع التاني، فده مثلا اصلا بسيبه وابتدي من هنا. ده بحطه اصلا في الميدل فينجر، وده بحطه في الصباع، فاهمين؟ فهي على حسب مقاسات كل واحد يعني، فخلي بالكم وانتوا بتلزقوا تمام. يلا بقى نلزق. اول حاجه ان احنا بس هنسخن الايه، ثواني بس بجد الفوكس وحش قوي. طيب اول حاجه هنعملها ان احنا هنسخن بس شويه، علشان ايه، واحنا بنشيله يبقى سهل علينا ان احنا بنشيله تمام. ماشي، ونشيل بقى البلاستيكيه اللي فوق دي تمام، شلناها. يبقى كده فاضل ستيكر، يعني في الدبل، عشان كده اسمه دبل فيس ستيكر، ان هو لازق في الضفر وفي الضفر بتاعنا، وهيلزق في البريس اون نيلز. طيب نيجي بقى لمرحله اللزق. واحنا بنلزق الضوافر يا جماعه، فاكرين لما قلت لكم بنزق البتاع دي لتحت ليه بقى؟ علشان تبان as natural as possible، وتبان ان هي ضفرك الطبيعي، غير ان هي لازم تيجي على مقاسك وتختاري نفس المقاس بتاع الضفر بتاعك. بندخلها كده تحت من هنا ماشي، ونلزق كده اللي هو لتحت ولجوه، يعني بنزق لتحت، بنبريشر تحت وجوه. ليه؟ عشان تبان ان هو الضفر ده، وبندوس عليها كده ايه لمده 10 15 ثانيه عشان كده تمام. طيب بصوا بقى الضفر باين ان هو الضفر بتاعي، ولا مركباه ولا نيله. في الاخر هوريكم الفاينل ريزلت. تعالوا ايه نلزق التاني. هي اساسا برده شاطره قوي، عامله لي الضفر على مقاساتي بالظبط، وهي اوريدي بتاخد مقاسات الناس. نفس النظام اللي هنعمله، هنزق لتحت ولجوه ونضغط. شايفين بتتشال بسهوله ازاي؟ تمام، لتحت ولجوه ونضغط. خلص بقى الباقي وارجع لكم. وبكده يا جماعه نكون خلصنا. عايزه نفسي اوريها لكم في الشمس، حاول اوريها لكم في ايوه. بصوا عامله ازاي، زي القمر، عجباني قوي 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 في الضله، حلوه جدا، تحفه. طيب اظن بقى يا جماعه انتوا شفتوا هي الموضوع طلع سهل ازاي، ومش محتاج اي مجهود. الموضوع ما بياخدش 5 دقايق بجد على بعض تمام. ووريتكم فول ديتيل ان انا اركبها ازاي، افكها ازاي. ما عنديش مشكله ان انا اصور ان انا بفكها ازاي، واعمل افتر كير زي افتر كير للنيلز بتاعتي، علشان انا يعني انا حاسه ان انا صرفت على ضوافر كتير قوي. فممكن بقى اعملها في فيديو تاني، علشان حتى اوريكم المنتجات اللي انا استعملتها، وانا ازاي في كذا طريقه ممكن اشيل بيها البريس اون نيلز من غير ما ابوظ بيها ضوافري وكده. حاجه تip عايزه اقولها كمان، هو اني باخد معايا دبل فيس ستيكر زياده، علشان لو واحده فيهم لا قدر الله وقعت، اتخبطتي مثلا جامد كده. بس دول اقوياء قوي عامه، بس وبالطريقه اللي انا قايلها لكم تلزقوها ازاي بيها، بجد 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 مش هتقع منكم. فبس احتياطي بناخد معانا دبل فيس ستيكر كده، عشان هي اوريدي مدياني ورقه كامله، فانا هاخد معايا علشان لو صباعه وقع ولا حاجه الزقه وانا بقى في الفرح او اي حاجه. بس قولوا لي ايه رايكم، عجباكم ولا ايه النظام؟ انا بصراحه عجباني قوي، والديزاين بتاعتها حلوه قوي، وانا اتفقت معاها يا جماعه هتعمل لي شويه سامري ديزاينز مش طبيعيه. واراكم بقى في الفيديوهات اللي بعد كده. وكده كده هعمل لكم اي بروميس فيديو وانا ازاي بشيل بريس اون نيلز، وايه المنتجات اللي بتساعدني ان انا احافظ على ضوافري، وايه الحاجات اللي انا على مدار السنين اللي فاتت عملت ايه في ضوافري، وهحكي لكم يعني القصص كلها. بحبكم، باي باي.